اتفقنا على لا دقيقة فقط. هذه نقطة أخيرة. لا أنا أتحدث عن حكم مكلف بمهمة إقصاء المنتخب الجزائري. من كلفه بهذه المهمة؟ هذا السؤال من بدر. هل هذا السؤال موجه؟ لا أنا هذا الكلام لا هذا الكلام وحيد الله يرضي عليك. هذا الكلام موجه للجنة التحكيم. لا أنت قلت ذكر مكلف. مكلف من مين؟ جاوب. هذا السؤال انت جاوب. لا وانت قلت مكلف بمهمة. مكلف من من؟ مكلف بمهمة إقصاء المنتخب الجزائري. هذا الكلام موجه للاتحاد الافريقي. طيب من لو اراد الاتحاد الافريقي يقصي في دور الربع امام الكونغو، هل هذه اول مره تحدث ازمه تحكيميه مع الجزائر؟ اخطاء تحكيميه تحدث لاول مره في مباراه الجزائر، ما حدثت في المباريات السابقه. انت بنفسك قلت هذه ركله جزاء. فتحي قال ركله جزاء. فتحي تحدث وصابر تحدث عن يا وحيد هذه الاخطاء التحكيميه لم تكن عاديه يا بدر. انت وضعت التساؤل وهو اجابك. وحيد انت ما كملت الاجابه. كمل الاجابه. انت قلت بعظمه لسانك مكلف. حتى المنتخب المغربي حرم من ضربة جزاء او ارتكبت في حقه ضربة جزاء، وتستجيب بالمنتخب التونسي. يعني كل المنتخبات تاثرت باخطاء تحكيميه، لكن ولا منتخب تحدث على ان هناك حكام مكلفين بالمهمه. لا حتى شويه انا اكون صريح معك، حتى ركله جزاء انا بالنسبه لي كانت اقل من الاخطاء التحكيميه اللي صارت على اللاعبين المنتخب الجزائري. الكروت بالمجان. اللاعب بطاقات صفراء. طيب. لاعب جزائري او لاعب مغربي يخرج من اطار مباراه. لما اللاعب يشوف انه هذا الحكم مستقصده اكيد راح يخرج. عفوا السؤال تضررت من اخطاء التحكيم، واتفقنا انه اخطاء تضررت وظلمت من خلالها الجزائر، لكن هل كان شيئا متعمدا مكلف بهم؟ هذا هو السؤال. لا شويه انا بالنسبه لي انا عارف جيدا التحكيم الافريقي. طيب بدر دين يعرف هذا الشيء. انا حزين. انا يعرف جيدا التحكيم. لا خلاص دام نوجه السؤال بدر اعطيك بعد بدر. تفضل بدر. لا انا على اتفاق كامل من ان كانت هناك اخطاء تحكيميه، لكن لا تصل الى مستوى انها مجزره، لا تصل الى مستوى ان الحكم مكلف بمهمه، لا تصل الى مستوى ان الاتحاد الافريقي انه يعمل كل جهده من اجل اخراج المنتخب الجزائري. السؤال موجه للاتحاد الافريقي. لكن يا بدر انت في البطوله